رغم أن التطوريين يقومون بتشخيص الأحداث والظواهر بنحو أفضل، إلا أنهم لن يتخلصوا من الانتقادات لافتقارهم معاني مصطلح الفترة المجتمعية، ذلك أن الذاكرة المجتمعية أهم من التطور الطبيعي للوقائع والظواهر. كما يتميز علم المعنى بالأسبقية على توثيق الظواهر بالنسبة إلى الإنسان، لأن أنماط الحياة لدى هؤلاء تسيل كالنهر المتدفق. أما عدم تخليهم عن الرب فيعزى إلى قوة الذاكرة المجتمعية، فالمجتمع يساوي بين ذاكرته ومصطلح الرب، وسنستفيض في شرح ذلك لاحقا. من هنا فلن تنجو الظواهرية التي هي داء الحداثة من سهام النقد، ما دامت معارضة في أساسها لذاكرة المجتمع، وبالتالي لميتافيزيقيته. فكيفما أن الإنسان العديم الذاكرة يلاقي مصاعب جمة ويتحول إلى طفل في الحياة، كذلك فالمجتمعات التي تفقد ذاكرتها تكون وجها لوجه أمام مخاطر نسيان ذاتها والضياع. بالتالي فالمجتمعات المفتقدة ذاكرتها لن تنجو من التعرض السهل للاستغلال والاحتلال والانصهار. رغم ادعاء الوضعيين بتعريفهم العلمي للمجتمع، إلا أن الوضعية هي المدرسة الفكرية الأقل معرفة بالمجرى الحقيقي للمجتمع. فبانطلاق الوضعيين من التفسير المادي البحت للمجتمع على أنه أكوام مبتورة عن التاريخ، وبتعريفهم إياه بمنوال هو الأكثر انحرافا وتشوها ونقصانا، إنما يفتحون الطريق أمام أكثر الممارسات الاجتماعية خطورة. من هنا كان اصطلاح الهندسة المجتمعية على علاقة وثيقة بالوضعية، التي تعتقد بإمكانية رسم الملامح المرغوبة للمجتمع من خلال التدخل الخارجي. هذه المقاربات التي هي في الآن عينه مفاهيم رسمية للحداثة تشكل الذرائع الشرعية لحروب السلطة والاستغلال الناشبة داخل المجتمع وخارجه. يمكننا تكييف مصطلح الفترة البنيوية مع التحولات المؤسساتية الأساسية في التطور الاجتماعي، فقد يساهم تعريف فترات بناء البنى الأساسية وانهيارها في إضفاء المعاني على الواقع الاجتماعي، وباتخاذ وضع القمع والاستغلال لدى الإنسان مقياسا. فسيكون بالإمكان جعل التقسيم السائد للمجتمعات إلى مجتمعات عبودية فاقطاعية فرأسمالية فاشتراكية موضوعا لشروح ثمينة. فقد نمى ربط الفترات البنيوية بأشكال المجتمع تلك عن بروز أدبيات مهمة، لكن وبسبب عدم قدرتها على عقد صلات قيمة مع مصطلحي الفترة الأطول والفترة القصيرة، فهي تبقى عقيمة ومتخبطة في تكرار كليشيهات المعاني المألوفة. بالمقدور تفسير المجتمع النيوليتي عبر فترات المجتمعين البنيوي والثقافي الأساسي بشكل متداخل، فمثلما يمكن إيضاح البنى المؤسساتية وتراكمات الذهنية والحياة المادية الخاصة به عبر الفترة البنيوية، كذلك فبمستطاعنا إيضاحه عبر مصطلح الفترة الأطول نظرا لسيرورة تأثيراته الثقافية التي لا تزال قائمة إلى حين تعرضه لانهيار أو لإبادة جسدية محتملة. يتألف موضوع فترات المجتمع الثقافي الأساسي بصورة رئيسية من المجموعات البشرية الواسعة النطاق، ومن شتى أنواع الذهنية كالعلم والفن والدين واللغة والعائلة والإثنية والقوم وما شابهها، والتي غالبا ما تبقى تحافظ على وجودها إلى حين انقضاء كل فترة، حتى ولو طرأت عليها تغيرات مختلفة. وارتباطا بنتائج الفروع العلمية كافة، فإن الأيكولوجيا في هذه المرحلة تعد من المواضيع التي تشكل حجر الزاوية كعلم معني بالتمأسس الاقتصادي، وتعد السياسة الديمقراطية أيضا من المواضيع التي ينبغي العمل بها دائما سواء كعلم أو كمؤسسة، بالإضافة إلى أن تأسيس الدولة وأنماط حياتها يشكل المؤسسة الأولى والأهم في الفترة البنيوية. وتعد السياسة الديمقراطية أيضا من المواضيع التي ينبغي العمل بها دائما سواء كعلم أو كمؤسسة، بالإضافة إلى أن تأسيس الدولة وأنماط حياتها يشكل المؤسسة الأولى والأهم في الفترات البنيوية. فمن مواضيعها المهمة الأخرى إلى جانب الدولة يأتي كل من الهرمية، الطبقات، الملك والأرض والوطن التي تعين حدود الدولة وأشكال الدولة المتمثلة في دولة الكهنة ودولة السلالات والدولة الجمهورية والدولة القومية. كما تعد أشكال الدين موضوعا مهما في الفترة البنيوية،
كذلك فالمواضيع التي تقسم المجتمعات وفقا لأنماط الإنتاج: نيوليتية، عبودية، إقطاعية، رأسمالية، اشتراكية، تندرج ضمن مواضيع الفترة البنيوية التي تتضمن موضوع انهيار المؤسسات أيضا. قد يكون من المناسب تسمية الفروع التحتية لعلم الاجتماع الذي يبحث في المواضيع البنيوية بالسوسيولوجيا البنيوية، كما أن تسمية مواضيع البحث في الفترات الأطول بسوسيولوجيا الثقافة الأساسية ستكون في محلها من جهة تكامل الإطار.